السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاية أسبوع موفقة إن شاء الله على الجميع، وبداية موفقة. كيف ما كتشوفوا أنا هنا كنزين فيها الطارت هذه اللي كتجي زوينة بواحد الكريمة ديال اللوز، كتجي خطيرة ماشي غير زوينة. وانا نقول أي حاجة في حقها حتى تجربوها وتخلوا لي في التعليقات ديالكم وتخلوا لي التطبيقات ديالكم إن شاء الله. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. بقاو معايا باش تشوفوا المقادير والطريقة على قناة الوديع. وهنا الاخوات كنكون خديت واحد البول مع المكونات الرئيسيه ديال هاد الكيك اللي هي 2 البيضات بدرجه حراره المطبخ. ضفت لهم واحد الساشي ديال الفانيلا من فئه 7.5 غرام. الا عندكم السائله غديروا معلقه صغيره. ثم غادي نضيف لهم واحد الكاس ديال العنبه ديال السكر سنيده حبيبات، يكون الكاس مع مرش ما يعادل 110 غرام. والطريقه المعتاده ديال الكيك هو اننا ناخذ الباتور، غادي نطربوا هاد المكونات مزيان حتى ينسجم ليا البيض مع السكر سنيده. وملي كيولي بهذا الشكل هذا كيف ما هكا كتشوفوا، غادي نضيف الحليب، كاس ديال الحليب فئه 150 غرام، يعني المقاس ديال الكيس اللي عبرت به هو اللي تنعبر به. مثلا عبرت بكاس العنبه كنعبر به، عبرت بالكاس الصغير تنعبر به، باش تجيكم المقادير مضبوطه وتكون واضحه وتكون الكيك ناجحه. كنطرب ومن بعد كنضيف الزيت النباتيه دفعات، يعني الدفعه الاولى بهذا الشكل، وكنضيف الدفعه الثانيه باش يجينا ناجح 100%. وليكيك كامله راكم عارفين الطريقه المعتاده ديالها. في حاله ما عندناش الطراب الكهربائي ضروري كنستخدموا الطراب اليدوي، غير هو في المرحله الاولى كنركز على ان البيض طربوه مزيان مع سكر سنيده. صافي من بعد ما كنخلط المكونات كامله كنضيف المكون السحري والناجح اللي كيخلي لي كيك كتجي زوينه وهشيشه، هي معلقه كبيره ديال الخل، سواء الخل الابيض اولا الخل الاحمر. وهنا كيبقى لي الدقيق، خديت هنايا تقريبا 200 غرام ما يعادل 2 الكؤوس ديال العنبه، خلطتهم مع 3 ساشيات ديال الخميره وغربلتهم على الاقل 3 المرات على الاقل، سواء بالنسبه للطحين الممتاز او للطحين العادي. كنغربلوا الطحين البنات 3 المرات، وصدقوني راه كتجي كيك ناجحه ماشي غير هادي. اي كيك ضروري ما نديروا هاد المكونات ونعطوا الخاطر لي كيك باش يجونا زوينين. كنطرب الطحين، يعني هنا قسمته على 3 المراحل، المرحله الاولى والثانيه والثالثه، وضروري من التطراب. كناخذ تاني المرحله الثالثه، كنضيف الكميه اللي بقات عندي وكنطرب. وصدقوني والله العظيم الا هاد الكيك من ألذ واروع واحسن واجمل الكيك اللي عندي اللي كنصايب في الدار. كنصايب تقريبا الكيك كاملين، ولكن هذه عندها واحد الجماليه وواحد المذاق زوين. وكل ما طولات عندكم في الثلاجه كتجي اللذه ديالها اروع فاروع، لان فيها واحد الكريمه. باش ما نحرق لكمش المراحل، كريمه زوينه 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 اللي غادي نصايب بها، غادي نشوفوها معايا. ودابا البنات من بعد ما كملت خديت هذا المول هذا، كيف ما كتشوفوا راني كنديرو في الثلاجه قبل اللي كيتحل من الجناب. دهنته بشويه ديال الزبده ورشيطو بشويه ديال الطحين، وكيكون هذا هو القوام ديال الكيك. انا درت فيها 2 ديال الكيسان ونص ديال العنبه. الا كان عندكم الطحين العادي راه كتاخذ غير 2 الكيسان تقريبا وربع، هذا العادي، لان الطحين العادي كيكون ماشي بحال الممتاز. صافي الفران كيف ما قلت لكم في هذا الاثناء كيسخن، وغادي ندوزو باش نجهزو ان شاء الله الكريمه ديالنا. هذا القطر ديالو 80
سنتي ولا عندكم اي مول، هي احسن ديروها في هذا المول هذا الدائري، كتجي زوينه. ندوزو باش نجهزو ان شاء الله الكريمه. بالنسبه للاخوات الكريمه كيف ما كتشوفوا عندي هنا 100 غرام. خديت هذا البول هذا ديال البلاستيك، عندي 100 غرام ديال الزبده. هنا لقيت بقى عندي الزبده هنا العاديه في الثلاجه وما كملاتش ليا 100. ضفت شويه ديال الزبده البلديه، يعني الزبده الحيوانيه، ها هي كملت 100 غرام. غادي نضيف لهم 100 غرام من السكر السنيده. صدقوني هاد الكريمه راها كتجي زوينه 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 بزاف البنات، وراكم غادي نترافقوها لجميع الحلويات اللي عندكم، الحلويات ديال اللوز، لي طارط ديال اللوز، الكيكات بجميع اشكالها. بغيتو ديروا الكريمه ديروا هاد الكريمه راه كتجي زوينه. غادي نضيف لها 2 بيضات وغتشوفوا الشكل النهائي كيفاش غتجي من بعد ما غادي نطربها مع هاد البيض مع هاد السنيده. وغادي تشكروني بزاف 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 على هاد الكيكه ديال التفاح لانها كتجي راقيه، واهم حاجه انها بنينه بزاف. صافي البنات، من بعد ما طربت الزبده كيف ما كتشوفوا كتجي بهذا الشكل. نسيت راني ضفت ليها التنسيم. بالنسبه للتنسيم اللي نسمت انا استخدمت في الاول الفاني، لذا حطيت ساشي ديال الفاني وطربته. عندكم اي تنسيمات بغيتو ديروا الحامض ديروه، بغيتو ديروا الفاني سائله ديروها، اي تنسيمات كتعجبكم ديروها. غادي نضيف دابا 2 ديال البيضات كامله، يعني بالصفار ديالها، وغادي نطرب. ومن بعد غادي نضيف اللوز اللي شديته، ها هو كيف ما كتشوفوا خليته في الهاشوار. هنا درت 100 غرام ديال اللوز، دايره تقريبا 10 دراهم او 180 ريال، يعني 8 دراهم حتى ل 9 دراهم حتى ل 10 دراهم، اللي في استطاعته اي حاجه يديرها. باستثناء البنات ما ديروش كاوكاو، كتجي هي باللوز زوينه ولذيذه. هنا شديته مسحته مزيان من الغبره، ما غسلتوش، مسحته. انا كنركز وكنأكد انني مسحت اللوز فقط، وضفت ليه واحد 2 ديال الكركاعات وطحنته مزيان في الهاشوار حتى ولا بهذا الشكل. كيف ما كتشوفوا غادي نضيفوا لهاد المكونات هادو حتى كتولي بهذا الشكل هذا، ها هي. ودابا غادي نضيف الكميه ديال اللوز اللي عندي كامله، وغادي نطرب المكونات. وهنا البنات كيف ما كتشوفوا خديت الكيك، ها هو جبته. غادي نبدا كندير في الكريمه اللي صايبت. انا درتها في كيس بلاستيكي كيف ما كتشوفوا، الا عندكم بوش ديروها. وغادي نوزعها بهذه الطريقه على الكيك كامل، بالطريقه هذه. انا خديت غير كيس عادي، قطعته من التحت بالمقص وبركت كنرص به بهذا الشكل حتى كنديروا على الكريمه كامله. في هذا الاثناء الفراره شاعل. التفاح مقطعه شرائح صغيره، ودرت عليه شويه ديال الحامض اللي هو الليمون. عرفتوا البنات ديك الزبده اللي ضفت بنينه 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 بزاف بزاف والله العظيم. غير جربوا هاد الكريمه هذه. وانا اي حاجه عجباتني كنشاركها معكم عن صدق نيه، وكنتمنى تخلوا لي التطبيقات ديالكم على المواقع اللي هي الانستغرام والواتساب. صافي دابا غادي نقادها بهذا الشكل غير من الفوق بهذا الشكل هذا، ونخلي الكريمه ثابته باش ما نخلي الكيك ثابت. هذا هو التفاح، انا قطعته بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. درت ليه شويه ديال صافي. غادي نبقى بهذه الطريقه حتى غادي نكمل ان شاء الله. كيكون البنات هذا هو الشكل كيف ما كتشوفوا. من بعد ما رصيت التفاح انا درتو دائري، بغيتو ديروه مستطيل ديروه، بغيتو ديروه على طول ديروه. هنايا غادي ناخذ ساشي ديال الفاني وغادي نديروه هكا من الفوق. الا عندكم الكاسرونات ديروه حتى هو كيعطي واحد اللمعان زوين. كيف ما كتشوفوا الاخوات انا خرجت الكيك من الفران من بعد ما طيبتها على تقريبا
درجة الحرارة تكون مرتفعة من التحت حتى طابت، عاد شعلت من الفوق لانها كتحمر دغيا من الفوق، والكريمه كتبغي طيب مزيان مزيان مزيان. ملي تشعلوا عليها من الفوق زيدوا حتاني من التحت. هذه بالنسبه للفران ديال الغاز. الا كان ديال الكهرباء 90 درجه، انا طيبتها على تقريبا ساعه الا ربع ديال الطياب ديالها، لانها كتبغي طيب على حقها وطريقه. هنا خرجتها مازال سخونه دابا، ما ديمونيتهاش من هذا المول. غادي نزينها معكم هنا لان الوقت متاخر وجاني الناس. دابا 12 ونص الليل اولا الوحده الا ربع، وراكم عارفين الخدمه في المحل كتكون الويكاند، عييت. المهم غادي ناخذ شويه ديال المربى. ها هو عندكم ناباج ديروه، عندكم اي حاجه بغيتو تزينوا باغي تزينوا بها. وعند اخر غادي نقطع ونخلي لكم الصور يا في بدايه الفيديو يا في اول يا في اخر الفيديو ان شاء الله. تقطع ليا المقطع البنات كيف ما كتشوفوا. هنايا خديت رقائق ديال اللوز بالطريقه راه كتنفع وهماويه، يعني تحمر لكم الوجه ما تحشمكمش. هذه كونوا على يقين انها والله ما غادي تحشمكم، وحتى لو جربتوها ما غاديش تندموا اشد الندم، لان الكيكه ضروري ما تكون مغايره. كيما الواحد كيبقى في كيكه وحده موحده، يعني البيض الحليب سنيده دانون صافي، لا نغيروا شويه. ها هو البنات الشكل النهائي ديال الكيكه، كتجي زوينه 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 بزاف بزاف. والله كنتمنى تنال اعجابكم. كيك بكريمه ديال اللوز والتفاح، واعره لذيذه، اي كلمه قليله في حقها والله، حتى تجربوها وردوا عليا في التعليق.